ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طيب يا صديقي كده، معلش كده بطول عليكم، مش بنزل شروحات اليومين دول، بس اقسم بالله غصب عني. حرفيا كده يا صديقي جبت لك بشرح كده منتظر مني عن طريقه عمل ارقام وهميه لجميع الدول. حرفيا كده يا صديقي طريقه بدون في بي ان، بدون تعب وبكل سهوله. عايزك يا صديقي كده تتابع الشرح من الاول للاخر عشان تعرف تعمل رقم واثنين وثلاثه بكل سهوله بكل بساطه. حرفيا كده يا صديقي انا جاي لك بافجر الثغره في المجال تما. عارف ان الموقع ده نزلته قبل كده، بس الموقع ده زي ما انا بقول لك كده بينزل تحديثات كل 24 ساعه. تمام، يلا بينا كده على الشرح على طول كده يا صديقي عشان ما نطولش عليك. اول حاجه كده يا صديقي، بص طبعا انت هتقول لي كل المواقع او كل الارقام او كل البرامج بتاعت الارقام وقفت، بتجي لك رساله مثلا بعد ساعه او مش بيبعت لك كود اصلا. طب ما انا عاوز اقول لك يا صديقي كده اللي انا جاي لك بكود فك تخمين. تمام، انت واخد بالك انت؟ يعني حرفيا كده يا صديقي اخليك تفك تخمين عن اي رقم وتطلب كود في اي وقت، مش تحت شرط تكون على راس الساعه. تمام، زي ما انت شايف كده يا صديقي، طبعا انا اهو سايب لك هنا الكود. تمام، طبعا لحظه واحده كده اهو. زي ما انت شايف كده يا صديقي الكود ده زي اللي انا هسيبه لك ده. تمام، الكود ده هسيبه لك في قناه تليجرام، طبعا ده في اسفل الفيديو هسيبه لك. طبعا بتدوس عليه كده هيحولك على قناه تليجرام وخده عندك نسخه كده يا صديقي. طبعا الكود ده بيفك تخمين على اي نمبر. ده الجيميلات طبعا يا حبي، زي ما انت شايف كده تحط الجيميلات وتحط عندك هنا الموضوع، عندك هنا الكود يا ابن قلبي. تمام، طبعا كده يا صديقي لازم تكون عامل جيم جديد، وافضل لك تكون متوثق. يعني ايه متوثق؟ يعني يكون برقمك عشان يعرف شخص عميل يرد عليك مش روبوت. تمام، بس كده يا صديقي طبعا الكود ده بيفك تخمين، اقسم بالله بفك بيه انا شخصيا واعظم اصدقائي. طبعا يا صديقي لو انت ما فكش معاك شركه رد طولت وكده اهو، تعرف يا صديقي اللي انا اول ما نزلت الفيديو اصلا اتضغط بس من المشاهدين، وكل واحد دخل ايه يجرب الكود ويجرب كل حاجه، فتلاقيه ضغط بس مش اكتر. تمام، يلا بينا كده نخش على الموقع على طول عشان تعرف تفعل رقم واثنين وثلاثه. طيب يا صديقي زي ما انت شايف كده، اول ما تدوس على اللينك كده اللي هسيبه لك في اسفل الفيديو كده على اللينك الموقع اللي بتاع الارقام كده، هيحولك على الصفحه اللي انت شايفها دي. طبعا عندك هنا يا صديقي عندك ارقام هنا اهو، فنلندا، عندك هنا امريكي، عندك هنا هولندا، وعندك وهكذا. تلاقي فنلندا كتير وزي ما انت شايف كده يعني ايه ارقام كتير ملاش عدد. تمام، طبعا يا صديقي هي اقوى ثغره اصلا من اللي هي بتطلع منها الثغره دياتي هي دوله فنلندا زي ما انت شايف كده. طبعا يا صديقي لو دوست على دوله فنلندا كده هيحولك على نفس الكلام. دوس كده اهو زي ما انت شايف كده عادي، مش اي مشكله. زي ما انت شايف كده اول ما تدوس على اي رقم كده يا صديقي هيحولك كده عندك اللي هو جوه الرقم كده عادي، وهيجيب لك هو طلب كود ولا لا. تمام، طبعا انت اول ما تدوس على علم كده فنلندا هيدخلك على ايه ارقام فنلندا كتير زي ما انت شايف كده اهو. كل ما تدوس على علم يا صديقي يحولك على الارقام بتاعتها وبس كده. تمام، طبعا انت مش عندك رقم ولا اثنين ولا ثلاثه، لا اقسم بالله انت عندك ارقام كتير مش هتمل منها. تمام، زي عندك الرقم اهو 2 3 4، يعني بص حرفيا يا صديقي زي ما انت شايف كده اهو ارقام كتير اهو. تمام، وزي ما انت شايف طبعا انت عندك هنا اهو الصفحه الاولى والصفحه الثانيه وصفحات كتيره يا صديقي مش بيخلص. تمام، طبعا يا صديقي انت مثلا اكتر دوله شغاله فيهم انهي دوله فنلندا اللي انا شغال اللي انا وريتها لك دي. تمام، طبعا في دول تانية شغاله مش هقول لك لا. تمام، طبعا انت عندك هنا اهو مثلا نجرب اي نمبر عشوائي بدون اي مشكله. تدخل كده على النمبر عادي، دوس كده عادي مفيش اي مشكله. جرب اعلان، دوس اكسيت كده. طبعا يا صديقي لو نزلت لتحت كده يا صديقي هتشوف الناس بتطلب كود عادي بدون اي مشاكل وبدون اي حاجه. تمام، عندك هنا اهو فروم جوجل، عندك هنا تلاقي زي ما انت شايف كده اهو فروم فيسبوك، وزي ما انت شايف من 15 ساعه زي ما شايف عشان اعرفك بس اثبات ان الموقع ده شغال. تمام، طبعا يا صديقي انت عاوز النمبر ده هتعمل ايه؟ دوس كده دوسه مطوله كده اهو، تنسخ النمبر ده كده عادي بدون اي مشاكل. تمام، وترجع كده خالص وتروح عندك على نسخه فاضيه، وافضل لك ليه تكون نسخه واتساب رسمي، نسخه ماسنجر او نسخه اعمال. ليه؟ لان اعظم الارقام محظوره من النسخ المعدله. تمام، كده هتجيب نسخه كده واتساب عاديه مفيش اي مشكله، تدخل عليها كده. تمام، صديق كده على المفاجاه والمتابعه عادي كانك هتحط نمبر عادي وهتشغله. تمام، هتحط النمبر اللي انت نسخته هنا من الموقع، تحط رمز الدوله بتاعت فنلندا اللي هو 358، تحط 358. تمام، تلغي ثلاث ارقام اللي هي هنا اهو عادي كده، وتدوس هنا يا صديقي مثلا عندك هنا التلي. حابب يا صديقي اللي انت تفعل الرقم على راس الساعه بدون اي مشاكل، ممكن يتفعل معك ممكن لا 50%. تمام، اللي هو ممكن يشتغل وممكن لا. تمام، طب ايه الحل؟ انا الحل يا صديقي جبت لك حلين، يا اما تفعل الرقم على راس الساعه ويجي يجي لك كود او لا بنسبه 50%، يا اما تفك التخمين على الرقم قبل ما انت تطلب كود وبس كده يا صديقي. زي ما انت شايف كده لو انت حابب تفعل الرقم على راس الساعه زي ما انت متعود، عندك هنا هو الساعه 5 و39 دقيقه، اول ما الساعه تكون 6 بالظبط كده تعرف تطلب كود عادي بدون اي مشاكل. تمام، بس بنسبه اللي هيوصل الكود نسبه 50%، مش هقول لك 100% عشان ما تقوليش انت بتهبد والكلام ده. تمام، حابب انت يا صديقي اللي انت بتعرف تفك تخمين على اي نمبر عشان الكود يوصل لك في اي وقت عادي، فك يا صديقي بس يحصل لك يكون جيميل جديد ومتوثق. بس كده يا صديقي طبعا الرقم اهو شغال عادي معانا اهو. تمام، كده انت يا اما تفك تخمين عنه يا اما تطلب كود على راس الساعه. بس كده يا صديقي هتدوس كده التل عادي مش اي مشكله، تشوف الرقم محظور ولا لا الاول. تمام، زي ما انت شايف كده جرى الاتصال وهنشوف دلوقتي. زي ما انت شايف يا صديقي النمبر شغال عادي اهو بدون اي مشاكل، الرقم شغال معانا. بس ايه هنفعله ازاي؟ نفعله يا اما على راس الساعه زي ما انا قلت لك، يا اما تفك عليه تخمين وبس كده يا صديقي. نطلع كده ونشوف باقي الارقام بقى.
طبعا يا صديقي كده عرفنا النمبر ده شغال تمام زي ما انت شايف كده. طب هتعمل ايه لو الرقم ده شغال؟ طب يا صديقي هتدوس على الثلاث نقط اللي في الجنب عندك هنا، وتنزل اخر حاجه تحت اللي هي اضافه الى الشاشه الرئيسيه. لو دوست عندك اضافه الشاشه الرئيسيه كده يا صديقي تمام، هتدوس عندك اضافه تمام كده، انت ضفت ايه كانه زي برنامج بالظبط، تطلع كده عادي بدون اي مشاكل كده، وهتلاقي ايه الرقم طلع لك بره الشاشه اهو قدام عينك، قدام عينك اهو تمام. طبعا انت مش هتعمل رقم ولا اتنين ولا تلاته، طبعا لازم تعمل اربعه خمس ارقام بالشكل اللي انت شايفه ده تمام. بعد كده تحط ايه الارقام على راس الساعه، يا اما تفك عنه التخمين وبس كده يا صديقي. ترجع كده على ايه الموقع بتاعنا دلوقتي، تطلع عادي كده وتشوف ارقام تانية، مش تحت شرط تجرب رقم ولا واحد ولا اتنين، لا جرب يا صديقي واحد واثنين والتلاته. ولو يا صديقي لو الرقم مثلا ما طلبش معاك كود، جرب مره تاني وتالت ورابع تمام. مفيش حاجه بتطلع اصلا بسهوله تمام. وبعدين يا صديقي افضل لك ان انت تعمل ايه، تتعب على نفسك عشان تعرف تطلع رقم واثنين او ثلاثه تمام. افضل لك اللي انت مثلا تدخل لحد ويعمل نفسه كاريزما عليك ويقول لك الرقم ب 50، الرقم هات كارتين وخد رقم والكلام ده، ومفيش منه الكلام ده، رقم تافه خلي بالك، ومفيش حاجه اسمها رقم ما بيتحذرش، كل ده كذب في كذب تمام. كل الارقام بتتحذر، اللي خلى الرقم المصري بيتحذر بكل سهوله. هل مثلا رقم وهمي مش هيتحذر؟ ده بص الرقم الوهمي اصلا لو عملت بيه جروب اقسم بالله هيطير على طول تمام. فعايز اقول لك مفيش حاجه اسمها رقم دايم طول العمر. وتاني حاجه اتعب على نفسك وتعمل رقم واثنين وثلاثه تمام بصعوبه، احسن من تخش الواحد ملوش 30 لازمه يتكبر عليك او يعمل نفسه كاريزما عليك او يقول لك 30 جنيه 40 جنيه والكلام اللي انت عارفه ده تمام. بس يا صديقي ده الموقع بتاعنا بتاع النهارده، وطبعا اسيب لك ايه لينك الموقع ده في اسفل الفيديو، واسيب لك طبعا كود فك تخمين اللي انا ذات نفسي اقسم بالله بجربه انا واصدقائي وشغالين بيه عادي تمام. وبس كده يا صديقي، ما تنساش اللايك والكومنت اللي شبهك، واكتب لي في الكومنتات الفيديو الجاي اللي عاوزه عن ايه، اقسم بالله وانزله لاجلك. وما تنساش طبعا الاشتراك واللايك بتاعك الجميل، وخد لك في القناه اقسم بالله بنزل حاجات عظيمه. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.